السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي، ممنوع من العرض. آه فيلم الليلة فيلم نساء خلف القضبان. نساء خلف القضبان بطولة، هناخده بالأقدمية ولا بالكبير في السن؟ هناخده بالكبير في السن، هيبقى سناء جميل. لكن كفن وكا ولا نحط بوسي الأول، معلش. لكن كفنانة قديرة هنحطها هي عشان خاطر السن. لا، قديرة يعني مثلت ادوار بطوله، ما مثلتش عمرها ما مثلت ادوار بطوله، يعني دي كانت اخرها ايه؟ سنه جميل. هي حلوه يا بلحم مع فيلم بدايه ونهايه، ولا ايه؟ والتاني التمساح يالا، تمساح يالا في ابو الغار. والفيلم ده اكيد كمان حد من ناس كتير ما تعرفوش الفيلم ده كمان، يعني مش تاريخ، يعني مش قاموس، مش عادل امام يعني. ها مش كده ولا ايه؟ المهم، ايوه بدور سجان هنا في الفيلم. وعندها بنتين اتنين. الاولانيه سبحان الله عقلانيه جدا جدا جدا، ودكتور بتحب واد الدكتور معاها، والدكتور ده بيتكسف يجيب ايه، يجيب سيره ايه، امها، عشان امها سجاله وشغاله في ايه كده، وعايز يتجوزها يعني. التانية صباح بوسي عايشة بقى في الضوء، عايزة تلبس وتتحرك وتروح وتيجي وكده. جوهم وأستاذها في الكلية فوق الفيشاوي بيحبها جدا 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 جدا، لكن هي ولا في دماغها، هي عايزة فلوس وعايزة تتدلع وكلام من ده. فهتمشي مع أخو فوق الفيشاوي بيحب التمثيل هو كمان. فهيلتشوا مع بعض هما الاثنين ويقابلوا الراجل المنتج اللي بيصرف عليهم، وهيطمعها ويغريها بالفلوس لغايه لما فعلا يقول لها تعالي هنصور فيلم. وبعدين ايه، هيحاولوا يغتصبوها لولا ان البوس هيخش. في الاثناء ديت كانت سناء جميل كانت تعبت في المستشفى، وكانوا حاجزينها عشان خاطر كانت تعبانه، فما كانتش تبقى واحد البيت. ففوق لما واحد على الشغل على طول استلمت الورديه بتاعتها، تلاقي مين في وشها؟ بنتها داخله عليها. منظر جامد جدا 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 جدا، 10 على 10. ده على فكره في موقفين اتنين في هذا الفيلم عايز اقول لكم عليهم، يا ريت تركزوا قوي فيهم. الموقف ده موقف مقابله، وموقف تاني هي ايه، هي بتعامل بنتها وحش، هتعاملها وحش في السجن وتاخد الحاجتين، ولا هتحسس حد ان دي بنتها. لكن هتيجي في لحظه معينه، في لحظه معينه ساعه لما في واحده سجانه هتضرب صباح بوسي على ظهرها. شوفوا رد فعلها هي ايه، يعني انا اضرب ابني بكيفي، لكن حد تاني يضرب ابني لا. رد فعل جامد جامد جامد، من انها مش عارف هو تلقائي ولا جايه من المخرج كده عفويه ولا ايه، مش عارف. الاخير واحلى لقطه كمان التالتة بقى، ساعه لما خدها في السجن الانفرادي لوحدهم والاحضان. يعني دول احلى ثلاث مشاهد في الفيلم. اديهم اوسكار عليهم بجد والله. لكن غير كده فيلم عادي. المهم فوق في الشواهد التانية يجي عشان يعرف يثبت البراءة بتاعتها. وهي جاية دايما بقى كسنة جميلة، قال يعني قلبها بيحس منين سجانة ومنين كده ومنين ومنين في نفس الوقت جايبها انها عندها مشاعر واحاسيس وبتاع، وبتخاف وبتحلم وبتحلم وبتترعب، ويجي لها احلام ان بنتها إن بنتها وقعت في حفره وبنتها يعني هي عندها غلاظه وقسوه في قلبها. منين غلاظه وفين قسوه ومنين الحنيه اللي بتحلم بيها دي، يعني اللي بتتحول وهي نايمه مثلا؟ ما اعتقدش دي حته واقعه منك يا عم المؤلف. ما اعتقدش يعني، يا عم المؤلف ما تبقاش كده يعني. مش نقد والله، يعني بس انا ده اللي اعتقده يعني. آه جميع الممثلين في الفيلم ممتازين جدا جدا جدا. واحلى رد فعل بقى في الاخر، ان في الاخر لما تطلع من السجن بوسي، ان فوفي شوي مش هيقدر يتجوزها. ده رد فعل مع ان هو كان مدلوق عليها. بس انا بقول له حاجه، دي لو في الواقع انا اقسم بالله لا هيجوزها. بس دي حته كده ايه، من عند المخ كده، انا اهميك يعني، انا رماها بطرف عيني يعني، خلاص ما تلزمنيش. هي كان في المخ ان هو بيوقف عشان يجيب لها حقها وكده، لكن الفيلم ده غلط. بس خلاص.